أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان في بلدنا الحبيبة الغالية الجميلة مصر. مش عارفة يعني أهنيكوا ولا نهني نفسنا ولا نعمل إيه. الشوارع في مصر كلها حالة من الفرحة العارمة. مش عايزين نقول بقى كلمة عرس كل شوية، ولكن في الحقيقة كل شارع في مصر فيه فرح. كل مدرسة بقى فيها فرح النهاردة. في تعبير على الفيسبوك النهاردة كاتباه إحدى الزميلات، كاتبة إن ستات مصر قلبوا المدارس لليلة حنة. كله بيزغرط، كله مبسوط، كله سعيد. حالة من الإحساس بإن إحنا بدأنا نمسك المستقبل. مسكنا أول خيط من حالة الاستقرار، إحساسنا بالأمان، إحساسنا بالأمن، إحساسنا بإن بلدنا رجعت لنا. النهاردة بقى إحساس قوي جدا، حاسين إن مصر بترجع أحسن من الأول، وهتبقى أحسن زي ما قال سيادة الفريق السيسي، هتبقى قد الدنيا دي كلها. النهارده احنا هنتكلم طبعا عن الدستور والاستفتاء على الدستور وحاله الفرحه العارمه اللي احنا عايشينها مع ضيوفنا اللي مشرفينا داخل الاستوديو. بيسعدنا يكون معانا سياده المستشار كمال الاسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري ومساعد رئيس حزب مصر الحديثه والمتحدث الرسمي باسم الحزب. اهلا بيك معنا سياده المستشار، منور بوجودك دايما. الله يخليك. ايضا بيشرفنا وجود سياده المستشار رأفت ياسين القاضي المحامي بالنقد ومشرف ايضا على عمليه الاستفتاء. اهلا بيك. نورتنا. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني خلينا نبتدي بسياده المستشار كمال، واعرف منك احساسك بمصر النهارده من 9 الصبح ايه؟ والله ده احساس النهارده في احساس شخصي واحساس عام. قول لنا الاثنين. الاحساس الشخصي ان وقت ما كان الاخوان بيعافروا وبيصارعوا وبيفرضوا ارادتهم على المجتمع المصري كله والشعب المصري كله في انه البرلمان الاول ورئيس الجمهورية ثانيا ثم الدستور ثالثا. انا قلتها لهم في اكتر من لقاء في الفضائيات، وقلتها عندنا هنا قلتها كمان. هتلف تلف تلف وكل ده هيتهد وهنبدأ صح تاني من الأول وجديد. إن الدستور يبقى الأول. مفيش دولة في الدنيا تقوم بإن الدستور يبقى في الآخر. وقلنا المثل بتاع العربية والحصان. والعربية والحصان. والله أنا بحييك، أنا فاكرة. بحييك إنك فاكرة والله. فعلى المستوى الشخصي إن أنا سعيد إن رؤيتي تحققت وقت ما كان فيه الصراع وبنصرخ وبنقول ده غلط وبنعرقل بلدنا لعدة سنوات قادمة وهنرجع تاني نهد اللي عملناه ونبني صح من جديد. طب يا اخوانا ما نبني من دلوقتي. ما حدش سمع الكلام. على قد ما انا سعيد ان رؤيتي تحققت وبنبدأ من جديد، على قد ما ان انا حزين ان احنا ضيعنا الوقت ده في حتة نرجسية وعنصرية. بس احنا ضيعنا الوقت في خطوات غلط ولا مع الاشخاص الغلط؟ ما هو الاشخاص الغلط هيحطوا خطوات غلط، والتفكير الغلط هيحط ادوات غلط، هيحط خطوات غلط. شيء طبيعي يعني. طبعا. لانه لما احط المصلحة الوطنية قدامي واتوارى بمكاسبي سواء الحزبية او المذهبية، بلا ريب ان المصلحة الوطنية ستغلب في ان انا اخد الخط الصح والخطوات الصح لتحقيق المصلحة الوطنية. اذا حضرتك حسيت النهارده من طلوع النهار ان احنا على الطريق الصحيح؟ ده بالنسبة انا ده شعور الشخصي الاولي. تمام. الشعور العام بقى. العام. الشعور العام انه مصر النهارده اول خطوة في الطريق. انا بعتبر انه من التاريخ المصري كله في حتة انا بتأملها انه دايما في سلطة موجودة واحيانا برلمان واحيانا رئيس جمهورية وبعدين بنعمل دساتير. النهارده كله ايده بره، في سلطة مؤقتة مفيش غاية ولا هدف جاية. ولا اهواء، مش هي اللي جايه ولا انتماء، واحنا ايدينا كلنا بره. والسلطه المؤقته دي عامله زي ما تكون ايه الحكم زي ماتشات الكوره ما يقول لك اجيب لك حكم محايد كده من بره الحكايه. فانا عندي سلطه من بره الحكايه خالص، على راسها رئيس المحكمه الدستوريه انه تولى منصب رئيس الجمهوريه وراجع مكانه تاني كرئيس الدستوريه او
هيفضل ان هو يباشر حياته الشخصيه. يعني الراجل مش داخل معترك الحياه العامه تاني. حضرتك شايف انه لا نوايا لاي فصيل او لاي حزب او لاي اهواء شخصيه في صنع هذا الدستور. فانا عندي دستور دلوقتي ايدينا كلها وايدينا كلنا كمصريين برضه. بتصنعها، وكلنا مشتاقين ان احنا نعمل لائحه النظام الاساسي لبلدنا اللي على ضوءه بقول انا الشعب المصري اللي عايز يجي يشتغل عندي رئيس جمهوريه هيجي وفق الاختصاصات والسلطات الاتيه. اللي عايز يجي يشتغل عندي ممثل ليا في البرلمان هيجي وفق الاشتراطات والاختصاصات التاليه. اللي عايز يجي يشتغل عندي وزير او رئيس وزاره او محافظ هيجي وفق الاشتراطات التاليه. تمام. انا الشعب المصري اللي بوظف الفيصل عندي والحكم. هذه السلطات، انا الذي اصنع هذا الدستور وانا الذي احدد من ياتي وكيف ياتي وعلى اي اساس ياتي. تمام. من هنا ان الشعب المصري يصنع مستقبله. سياده المستشار، الاراده الشعبيه هل كان النهارده افضل تجسيد للاراده الشعبيه؟ هقول لحضرتك على حاجه. اي حكم يقدر يستطيع انه يحكم بلد لابد ان يكون هناك شقين. شق الاراده الشعبيه والرضا الشعبي. اول حاجه الاراده الشعبيه اللي انت شفناها النهارده دي اسمها اراده شعبيه. الاراده الشعبيه الشعب ما او في اي دوله ما لما يستشعر ان هناك خطر على حياته وعلى كيان بلده وعلى وطنه بتتجه هذه الاراده الى تحقيق الهدف من توجه هذه الاراده الى التكاتف والتضامن بين كل أطياف الشعب كما حدث اليوم وشاهدته بعيني. هناك زي ما قال سعادة المستشار تآلف بين قوى الشعب عموما وأفراد مختلفة الأشكال والأعمار وفرحة كمان. وإن مش كنت تآلف عاتب بس. بعض عتاب رقيق كده على بعض الشباب إن أنا ما كنتش شايف شباب كتير قوي، أنا كنت شايف شابات ستات وشابات ورجال. كنت عايز بصراحة ان يبقى من ضمن الإرادة الشعبية دي الشباب. أنا ليا عتاب رقيق عليهم. عندهم فرصة بكرة. إذا كان في ناس قالت إن النهاردة عندنا امتحانات عايز أشوفهم بكرة في اللجان الانتخابية بتأكد هذه. بس نزل بنات كتير وهم من الشباب برضو. احنا قلنا شابات وسيدات. خلينا بقى في الشباب الرجالة يعني. الحاجة التانية الرضا الشعبي. مفيش حاكم. انا حضرتك قلنا هنا مره قبل كده ان مفيش حاكم بيحكم من غير رضا شعبي. طبعا حضرتك احنا في المحاكم على سبيل المثال الناس بيتحكم عليها بالاعدام واهل المتهم بياخدوا بعضهم ويمشي عشان هو عنده رضا بهذا الحكم. هو مش عنده رضا، هو مش مبسوط بهذا الحكم، لكن عنده رضا بكيفيه الحكم وكيفيه اداره المساله القضائيه. فاللي شفته النهارده شقين، كانت اراده شعبيه ورضا شعبي. الإرادة الشعبية المتمثلة في كل أطياف الشعب ونساء ورجاله وكل عناصر الشعب المصري، وكذلك التلاحم حقيقي. أنا ما شفتش كده قبل كده. وعارف حضرتك والناس واقفين في الطوابير حابين بعض. وبعدين حضرتك اللي كان بيحصل في الطوابير التزاحم وده أنت هتقول إيه وده لا، كل واحد بيتحدث. يعني الغريب المشهد السنة اللي فاتت إن إحنا كنا بنشوف لابتوبات قدام اللجان، كنا بنشوف ستات منتقبات بيخشوا لطوابير الستات وقولي كذا واعملي كذا، وناس بتزور ويمسكوا ستات صوتت هنا وراحت صوتت في لجنه تانية. والغريب السنه اللي فاتت ان كان في لجان بتقفل الساعه 5 والساعه 6 ومحدش بيعاتب اللي قفلوها ومشيوا. وشبرا كان فيها لجان تم منع ناس كتير جدا من التصويت فيها السنه اللي فاتت. ده ما حصلش منه يعني ولا همسه السنه دي. أنا يعني ساعات أنا بعتبر إن الفترة الماضية دي لازم تبقى، أنا بعتبرها فجوة في التاريخ. يعني مش عايز أقول السنة تحديدا، احنا بنعتبرها سنة وقعت مننا بصراحة. دي أنا بعتبرها عايز يعني أقول دي فجوة في التاريخ. مش عايز يعني أقيس عن ما حدث في الماضي أو في السنة الماضية دي أو ما تم من استحقاقات انتخابية في السنة الماضية وقيس على اللي بيحصل دلوقتي. انا قلت لحضرتك قبل كده لم يكن هناك رضا شعبي ولا اراده شعبيه. حضرتك اللي انت بتقولي دوت ان السيدات المنتخبات او اللي كانوا بيقعدوا بالدعايه ده مش ده جوه اللجان.
مش بره بالظبط. حتى اللجان، مش بره، ده داخل كانوا حرم يقعدوا يقولوا لنا لا واتعمل لهم محاضر وفي ستات اتمسكوا في الاقسام عشان صوتوا اكتر من مره تعرف ومحدش حضرتك في اتعاقب. الدستور هم النهارده بيقولوا ان اللجان النهارده مش، لا ده المساله منظمه. المره اللي فاتت لو تتذكر سعاده المستشار ان احنا كنا 3000 قاضي اللي كانوا بيباشروا العمليه عشان الباقي ما رضيش. على الاسف، عشان الباقي كان ممتنع. فتخيل حضرتك 3000 كل واحد يتحط له، بدل ما هو كل واحد دلوقتي لجنه او بالكتير قوي لجنتين لكل قاضي، كان بيتحط لكل قاضي 10 لجان. فالتكدس الرهيب طبعا. اللي كان ده، يعني انا مثلا حضرتك لو انا مش هعرف اخش بطريقتي او بصفتي، ما بس استحاله السنه كنت دي في هعرف أخش. نقل للقضاء بالطائرات رائع. طبعا وتنظيم حدث حسيته حدث. بالتنظيم ان هو مختلف. طبعا حضرتك حاجه في منتهى الرقي، حقيقي في منتهى الرقي. وحتى زي ما بقول لحضرتك كده التعاون بين الشرطه والجيش والشعب، الناس اللي بيتامن، حتى الراجل المستشار اللي قاعد او القاضي اللي قاعد على اللجنه هو مرتاح وبيقضي بسعاده، وهو سعيد لدرجه حتى لما كان حصل فتره من الساعه 2 للساعه 5 شويه هدوء كده، فحتى الراجل كان يطلع يقف على الباب، ايه يا جدعان هو في ايه، ما فيش ناس ليه؟ هذا لم يحدث من قبل. السنه اللي فاتت كانوا بيقفلوا اللجان ويقولوا هنروح نصلي بالساعه وبالساعه ونص. لا، واللي يصوت ويقفلوا يطلع يقف عشان في اللجنه تاني، ويقفلوا عشان عشان يتغدوا. التكدس واللي يمشي، لان كل الناس هم عارفين نفسهم، اللي كان مختلف عنهم هو اللي راح يقول لا، فهو مش عايز يقول لا، فكان بيقفوا بالطوابير يحجزوا يحلقوا باقي على الناس، يحجزوا الحقيقه، وده كان بيحصل. سياده المستشار، يعني السنه دي الناس حست خاصة يعني بإحساسنا بالأمان مع القوات المسلحة ومع يعني الجميل اللي هيفضل دايما على راسنا من فوق بأنهم خلصونا من عصر الإخوان. دعوة الرئيس عدلي منصور ودعوة الفريق عبد الفتاح السيسي للنزول الاستفتاء على الدستور كانت شكل من أشكال الطمأنة. في ستات بيقولوا احنا حسينا ان احنا رقنا تبل لما تمت الدعوة كده، ولما شفنا الفيديوهات الساعة 10 الصبح للفريق السيسي ولعدلي منصور رئيس الجمهورية وهم بيصوتوا ونزلوا بنفسهم اللجان. الروح دي بتوصفها لنا ازاي؟ انا عايز اقول بس حاجة، مفيش جميل، فسر لي. ده واجب وقامت بيه القوات المسلحة. لما بنقارن نفسنا بالدول الأخرى واللي حصل لها بنعرف قيمة القوات المسلحة بتاعتنا. لان انا عشان كده بقول مفيش جميل. من اعظم وجل قيمة وسمو قيمة القوات المسلحة المصرية والجندي المصري ان الذي قام به القوات المسلحة المصرية ليس جميل، لانه ده جوهر رسالتها، وده واجبها، وده دورها الوطني منذ انشئت القوات المسلحة المصرية، اللي هي بتختلف في نسيجها وامتزاجها داخل الدولة المصرية عن اي قوات مسلحة في العالم اخرى، والا ما كانش وهو ده اللي حسسنا بقيمة الجيش رسولنا المصري الكريم انهم خير اجناد الارض وانهم في رباط الى يوم الدين. الدين. ما اتقالتش على اي قوات مسلحه في الدنيا الا القوات المسلحه المصريه، ما اتقالتش على جندي في الدنيا الا الجندي المصري. وبالتالي انا عايز اقول ان هذا الواجب خرج من سويداء قلب كل فرد في القوات المسلحه المصريه يوم 30/6 والشرطه المصريه. وسميت انا وقلت تعبير ان الشعب المصري في ثورة 30/6 خرج وعلى كتفه نسرين، نسر قوات مسلحة والنسر الداخلية، اللي حموا مسار ثورته في 30/6 ليحقق إرادة شعبية خالصة رغم كل أدوات التدليس الدولي والتدليس المحلي والتدليس الإقليمي وغسل العقول، في انه هذا انقلاب. وروج البعض لهذا، ولا يجب ان ننسى هذا البعض الذي روج لهذا في لحظة فارقة تاريخية في تاريخ الوطن يا فندم المصري. ده حتى النهارده طول اليوم قناة الجزيرة بتقول الإقبال ضعيف في اللجان بنسبة 11%. طيب بمناسبة 11% بمناسبة الإقبال بقى، أنا أتوقع إنه هيكون بين 67% إلى 77%. وأتوقع إن نسبة الاستفتاء تكون بين 77% إلى 83%. إن شاء الله. نسبة نعم. إن شاء الله. لأن نعم المرة دي أولا في اعتبارين يحفزوا الناس للنزول. النار اللي شافتها الناس خلال السنة حكم الإخوان، السعار اللي كان عند الإخوان،
وشافت استئثار فئة قليلة بمقدرات دولة عملاقة عريقة، وإن هذه الفئة القليلة أرادت أن تتسلل لشرايين الدولة المصرية لتقصي الآخرين وتحل هذه الفئة القليلة محلهم. حتى أنا كنت بقول لهم أنتم ما عندكمش ذكاء في إن أنت عايز تأخون الدولة، ما تحطش بتوعك، مش هيكفوا. ده احنا زعلنا من عيلة مبارك، يعني زعلنا من عيلة مبارك، نجيب جماعة ارتبط بمصالح مع الناس. يمكن اللي مش متأخون، احنا عندنا مثلا في الشعب المصري يقول لك اللي اتجوز امه اقول له يا عمي، وده دايما يقربوا من السلطة والمصالح بتتصالح. وهم كان الخطر الحقيقي اللي انا شايفه عليهم قبل اي حد تاني انه البعض هرول نحو الاخوان. قال لك ده بقى حكم هيقعد، وانا وصفته في حديث قبل كده افتكر في صدى البلد مع الصحفي الرائع حمدي رزق. قلت له الاخوان مش هيقعدوا اكتر من سنة لسنتين بهذا اللفظ. وكان في كل كان بيروج انهم من 300 ل 500 سنة. لا، مش هيطلعوا من سنة لسنتين. لو عدوا السنتين هيبقوا زي الدولة القرمطية اللي قعدت 500 سنة. وانا قلتها كده تعبير مجازي، فوجئت ان مرسي بعد كده بيقول احنا جايين عشان نقعد 500 سنه. بالظبط. فمحاكاه بالدوله القرمطيه اللي هي عملها احمد بن قرمط لما جاء من الاهواز ايام الدوله الامويه، وجاء عمل الدوله دي على حدود البحرين. وبس هي كانت دوله ساميه في ان عددها قليل، وكانوا بيعتمدوا على المساواه الحسابيه. يعني حضرتك معاكي 500 جنيه وانا معايا 200 جنيه، بنجمعهم على بعض يبقى 700 نقسمهم مع بعض. يعني مجتمع صغير وشيء محدود وحاجه قد كده، لكن كان اسمها دوله وقعدت 500 سنه. لكن انا هنا ما كانش فيها الهوس الديني والشطط الديني، وكانت الدوله برضو فيها الوسطيه الدينيه. ارجع الى مساله الدستور ومساله القوات المسلحه المصريه، انه في نزول النهارده ان نعم تعني ترسيخ ل 30/6 فقط، ان نعم تعني تأبي لأن يستخدم بعض القوى الداخلية أداة للافتئات والتآمر على هذا البلد من قبل قوى أجنبية. بس معلش في حاجة وعايزة سيادة المستشار برضو يتدخل معنا في الحوار. إحساسنا بأن احنا عايزين نعدي نقطة ان 30/6 زي ما هم بيزعموا انقلاب، واحنا لازم نأكد على ان هو ثورة شعبية بان احنا ننزل للتصويت على الدستور. هل احنا المفروض ان احنا نقف عند النقطة دي ولا ما نقفش عند السفاسف زي ما احنا بنقول ان احنا نثبت لهم ان دي ثورة شعبية؟ وحضرتك زي ما انت بتقولي كده بالفعل ان يعني انا جيت برضو في كذا مرة قبل كده هنا وقلنا ان احنا مش عايزين نتحدث عن شيء ليس له اي قيمة في الوقت الراهن حتى على الاقل. هذا ما يخص جماعة الاخوان المسلمين وما يفعلونه او غيرهم، لدرجة ان حتى كان احد الساسة الكبار تحديدا رئيس لجنة ال50 السيد عمرو موسى قال في احدى القنوات العالمية، افتكر الفضائية العالمية، قال والله احنا الشعب المصري موافق، حتى لو انتوا عايزين انقلاب الشعب المصري موافق ان هو انقلاب. احنا عاجبنا انه بمنتهى البساطه كده يعني. يعني انا فعلا يعني بنفعل جدا لما بلاقي ناس مصره اني لا ده مش انقلاب، لا ده مش انقلاب، ويتحدث ونودي ناس بره عشان نقول لهم ان ده مش انقلاب. يا سيدي الفضل احنا اصل احنا ما كناش بنتفرج من التلفزيون، ده احنا كنا في الشارع يا فندم يا فندم انا ليه اقول لحضرتك اطلع ناس وناس من خارجيه وناس مش عارف. يا سيدي انا موافق على اللي بيحصل ده. انا في شعب نزل 30 مليون او اكثر في ايام 30/6 و3/7 و26/7. كل العالم شايف الكلام ده كله وقالوا انه ده فوتوشوب. اوكي فوتوشوب النهارده على الفيسبوك واحده يعني حاطه صوره باباها ومامتها كبار عندهم 80 سنه وواخدين معاهم الكراسي اللي هم بيسندوا عليها وهم ماشيين، وكاتبه ابويا وامي وهم رايحين تصويت على الدستور 2 من الانقلابيين. وهي يعني بتقول يعني انا عاجبني كده، انا عاجبني ده. فاحنا ليه يعني نقول الجزيره قالت ومش عارف مين قال. طب ما حضرتك النهارده لو شفتي النهارده الجزيره بتقول كلام طبعا استحاله حد يستوعبه. قالوا ايه اول ان بيقولوا بقى في قناه الجزيره النهارده، عشان كده انا بقول لك ما بحبش اسمع الكلام السفاسف والكلام ده كلام عبيط. ده النهارده قالوا ان في 80 ماتوا. لا سيبك من 80 ماتوا. ده يعني قالوا ان امبارح كانوا 80 احد الاخوان كان داخل في اسم في حلوان وباسم اخر مش عارف فين،
ولقوا الجنود اه اللي في القسم قاعدين يسودوا البطاقات. يا سلام. خلاص، قاعدين يسودوا البطاقات. طب اتسودت البطاقات دي، طب البطاقات نفسها والدفتر اللي فيه اللي هي صحيح. طب ودفتر الامضاءات، دفتر التوقيعات اللي فيه الجداول الانتخابيه، الجدول الانتخابي ده او قاعده البيانات الانتخابيه دي هيعملوا فيها ايه؟ فاحنا ارجو ان احنا ما ننسقش لهذا الحديث. الناس شايفين ان احنا ده انقلاب. يا سيدي احنا موافقين. الناس تقول لك والله احنا مش عايزين نجيب واحد خلفيه عسكريه. يا سيدي المصريين موافقين نجيبوا الاراده الشعبيه يا فندم والرضا طب بما الشعبي. انك حضرتك يعني وصلت لقصه حكم عسكري ولا حكم مدني، بيقال انه خلال 30 يوم هيصدر الرئيس عدلي منصور قرار 60 يوم 60 يوم هيصدر الرئيس عدلي منصور قرار جمهوري بتقديم الانتخابات الرئاسيه على الانتخابات البرلمانيه. لا هو مش تقديم، ده هيطلع قرار بقانون. هيقول حضرتك انت عارفه في الدستور ترك الامر للسيد رئيس الجمهوريه يحدد شكل الانتخابات، هل بالفردي بس في خريطه الطريق ما كانش الانتخابات الرئاسيه قبل البرلمان. اصل خريطه الطريق ده مش قران يا فندم. ايه الضروره الملحه دلوقتي اللي احنا الشعب المصري محتاجها؟ أو احنا مش ماشيين ورا تبوهات ولا اشياء ثوابت. لا، ايه الضروره الحاليه الملحه دلوقتي لاستقرار الشعب المصري؟ هو الانتخابات الرئاسيه. عشان كده الدستور تركها للسيد رئيس الجمهوريه ان عليه بعد الاقرار الدستور، مش بعد اعلان نتيجه الدستور في خلال 60 يوم هيعلن السيد رئيس الجمهوريه، مش اعلان، ده قرار بقانون هيحدد ايهما الانتخابات الرئاسيه اولا ام الانتخابات البرلمانيه. والسيد رئيس الجمهوريه كان عامل اكثر من لقاء وعمل حوار مجتمعي اعتقد كان رائع جدا، باعتباره انه راجل قاضي. في ناس لامت السيد رئيس الجمهوريه ان جاب كل الاطياف. ده طبيعه القاضي. طبيعه القاضي ما بيقدرش يصدر قرار الا لما يسمع الطرفين، هو اتعود على كده. دي طبيعه القاضي، يوزن الامور عايز يسمع من هنا ويسمع من هنا ويشوف هنا ويشوف هنا، وهذا ما حدث. فحقيقه الحوار المجتمعي ده كان رائع. واعتقد ان السيد رئيس الجمهوريه كون عقيدته زي ما احنا بنقول بقى في القضاء، وكون رايه تماما انها ان شاء الله باذن الله تكون الانتخابات الرئاسيه هي الاول ولازم تعلن. طيب وكذلك برضو ايضا هيحدد برضو شكل اللي هي تعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه بشان هل اذا كان انتخابات البرلمان بالقائمه او بالفردي. واعتقد بالقائمه مش الدستور قال هتكون بالاثنين قائمه وفردي؟ لا ما قالش كده الدستور. ترك برضو الامر للسيد رئيس الجمهوريه لتعديل مباشر. ما هو الدستور مش الدستور بيقول شكل عام، القانون اللي بيحدد التفاصيل بقى. فالتفاصيل دي تركت للسيد رئيس الجمهوريه. طيب اعتقد ان السيد رئيس الجمهوريه في اتجاه ان هو يعلن ان شاء الله في خلال 60 يوم القادمين بعد الاعلان نتيجه الاستفتاء عن الانتخابات الرئاسيه اولا. اعتقد كده يعني، عشان مش عايز اجزم، بس كل الثوابت والسوابق بتقول انها هتبقى الرئاسيه اولا، ثم اعتقد الانتخابات البرلمانيه هتبقى بالثلث بالقائمه والثلثي بالفردي ان شاء الله باذن الله، اللي هو نظام المختلط. اعتقد كده يعني. تمام. تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ موافق على تقديم الانتخابات الرئاسيه؟ انا تعليقي انه بخشى على انتخابات الرئيس. ليه؟ انها تاتي لاحقا على البرلمان فتتكون خريطه نسبيه بثقل نسبي في البرلمان يؤثر في انتخابات الرئاسه على حساب الاراده الحقيقيه للناس. اوضح الكلام. اتفضل. يعني لو انا عملت البرلمان الاول هتقولي بتخاف ليه؟ لما يبقى عندي 60% اميه وعندي نسبه فقر 70-80% لازم اخاف. هو انا هنرجع للسكر والزيت تاني؟ لازم اخاف. اخاف من التدليس على البسطاء، اخاف من التدليس على الاميه اللي موجوده 60%، من شراء اخاف على 70-80% من الفقراء اما ياخد الكيس ولا الشنطه دي مش فارق معاه اي حاجه بعد كده، مش فارق معاه اي حاجه في الدنيا. دي حقيقة. وبعدين الاقي البلد وقعت في ايد ناس جايه لها تمويل من بره، فرقت الفلوس دي والبلد قبض عليها في يد المؤامرات وفي يد الصفقات اللي تهون من سيادتها ومن قرارها الوطني لما تقع في ايد فئه متحكمه في مقادير هذه البلد لا تتسم بالوطنيه.
حتى بعد الغاء ال 50% عمال وفلاحين؟ يا فندم حتى بعد الغاء ال 50% عمال وفلاحين، انا لغيت 60% و100. لا دي ما أنا اقدرش لغيت الغيها في يوم وليله، 70-80% مش من هعرف، الفقراء. مش هعرف اعملها. ولذلك كنت بلوم جدا جدا الاحزاب. لا غير الاحزاب، بلوم نهج الدوله في الفتره الماضيه. الماضيه اللي هي امتى بالظبط؟ اللي هي الفتره اللي عشان فاتت احنا عدى دي. علينا فترات اللي هي كتير من بعد 30/6 من دلوقتي. بعد 30/6. ايوه الحكومه المؤقته. بلومها جدا. اه. ليه؟ لانه الاعتماد على الحل الامني في مواجهه هذه الفئه المنوئه للمجتمع المصري ليس حلا. عبد الناصر لما حصل صدام بين الاخوان وبين السلطه وتعرض ل7 محاولات اغتيال، عبد الناصر ما اعتمدش على الحل الامني، امال الحل التنموي. عبد الناصر راح عامل في كل مدينه مستشفى. بس عندك ارهاب لا يواجهه الا حل امني. يا فندم دي واحده، الارهاب ده ملتحف ببسطاء، ببطانه من البسطاء بتعتمد على اعانات شهريه. تشوفي في الريف الفتره اللي فاتت، ويهمني اقول للناس البسطاء، الدستور المصري ده يا اخوانا بتاع ربنا، مش ضد ربنا خالص، عشان روج في الفتره اللي فاتت انه بيحرم الصلاه وبيحرم الاذان. الدستور اتروج هذا الكلام. عارفه فكره زي لطفي السيد زمان لما كان نازل انتخابات وفي ده قالوا بيروج للشذوذ كمان. عمده امي، مش عارفه ازاي عمده امي نزل قصاده، فالعمده هيكسب لطفي بيه السيد ازاي؟ فلطفي السيد بيقول الديمقراطيه الديمقراطيه الديمقراطيه، انا بنادي بالديمقراطيه. فهو تفتق ذهنه بذكائه الفطري انه يقول لهم يا اخوانا ده الديمقراطيه دي كفر، دي حاجه عيب. فيروحوا يسالوه يا لطفي انت بتنادي بالديمقراطيه؟ يقول لهم يقول لهم لا حول الله، الراجل بينادي بالديمقراطيه. نجح العمده وسقط لطفي السيد. يعني عشان هو عارف دماغ الناس اللي بيتعامل معاهم. هكذا هي دماغ، هي عقول وافكار البسطاء، وهكذا هو الوازع الديني الذي يتم العزف عليه في النجوع وفي القرى. فالتنميه انك ما بتتركيش مساحه لهذه الامور، في تنوير وفي معامل اقتصادي يخلي البني ادم مرتاح. ولكن يا سياده المستشار اسمح لي، دايما الحكومات المؤقته بتعتمد على تسيير الاعمال فقط. يا فندم انا لا تهتم بعمل برنامج او عمل خريطه. لما ابقى حكومه شهر، لكن لما ابقى بحكومه من 30/6 لحد النهارده لا مش داخلين في 7 شهور. لا مش تسيير اعمال. لا ده في حكومات بتيجي مستديمه وبتقعد 6 اشهر وتمشي. لا، فاللي انا عايز اقوله عمل مستشفى في كل مدينه، وعمل محو أمية وعمل مركز ثقافة، وعمل مدرسة، وعمل وحدة صحية في القرية، وعمل. يبقى أنا شايف إن إحنا استهلكنا في المواجهة الأمنية؟ لازم كان يمشي يواكبها مواجهة تنموية. الناس في تشوق إلى كل اللي بيحصل ده، مردوده عليا أنا إيه؟ المواطن البسيط مردوده عليها ايه؟ بيقول لك انا خدت ايه في الاخر؟ في ناس في بلدنا مش لاقيه، معلش احنا يعني لازم نواجه الواقع. مش لاقيه حد الكفاف، مش الكفايه، في ناس بتاكل من الزباله مش كمان. حد الكفايه. فالناس دي فين؟ بس نظرتنا ليها ايه؟ ايه اللي خلى تغلغل الاخوان في شرايين المجتمع المصري وظهروا بهذا الظهور بعد 25 يناير؟ هو انحدار وتواري الأداء في نظام مبارك في الفترة الأخيرة، اللي أدى إلى انحدار التعليم وانحدار الصحة وانحدار مستوى الدخل المعيشي واحتكار فئة من الناس لمقومات الاقتصاد. فكنت تسمعي كلمة التنمية اللي حصل نمو 8%. نعم حصل نمو 8%. نمو الايه؟ مردوده ايه؟ لوعاء ثروة محتكرة في حفنة. مردوده على الباقي ايه؟ مفيش. وبالتالي ما كانش الخطاب خطاب تنمية أفقية تخاطب المواطن في النجع وفي القرية، وإنما كان خطاب نمو رأسي في الثروة اللي بتتضخم في ايد بتحتكر هي اعتمد عليها النظام، فادى ده الى وجود فراغ في النجع وفي القريه، ملاهي الاخوان بالمستوصف،
وملاه بالدروس التقويه اللي بيعملها بسعر رمزي، والبطاطين والمراتب والسكر والكلام والزيت ده والاعانات والاعاشات. فلما جت والحاجات ثوره الفلوس 25 الشهرية. يناير بقى هو عدد الاخوان في مصر اللي بيدفعوا اشتراكات كام؟ عشان الناس تبقى عارفه بس 500,000. ما يزيدش عن 170,000. ليه قالوا 500,000؟ معلش يقولوا زي ما عايزين، ما يزيدش عن 170,000. طب واخوانيين الهوى قالوا يوصلوا بأسرهم ل 2.5 3 مليون. بأسرهم نوصل لكام؟ 500 600 800 ماشي. بالمنتفعين من عطاياهم نزيد عليهم كمان 1.5 مليون 2، يبقى دخلنا في 2 وباللي مليون صعبانين عليهم 3 مليون. هي دي لما انت تشيلي منهم المنتفعين واللي صعبان والقصه دي هتلاقي الحجم الطبيعي بتتكلمي في 300 400 500 الف. يمثلوا كم من 100 مليون، ونصهم عمل محاضر تنازل دلوقتي عن العضويه. يعني يمثلوا كام؟ ما يمثلوش حاجه. فاحنا لازم نبص للامور، وانا بخشى في الفتره. طب بما ان حضرتك قلت نبص للامور، انا عايزه برضو سياده المستشار يشترك معانا في الحوار. الناس بتقول في مصر الشعب المصري ده غلبان، يخرج من عصر مبارك يقع في عصر الإخوان، يخرج من عصر الإخوان اللي خلص منهم بالعافية يقع في النشطاء الممولين اللي محدش عارف هما بيبيعونا لمين. احنا في الوقت الحالي ما بقيناش عندنا ثقة في حد، ما بقيناش عارفين احنا نسمع الكلام ده ولا ما نسمعوش، نصدق ده ولا ما نصدقوش. الحل ايه؟ نعمل ايه؟ برضه عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا الممارسه العمل السياسي دي جديده على الشعب المصري كله بالكامل. يعني ما اعتقدش، هل انت تتخيلي ان في يوم من الايام ان القنوات حتى الحكوميه او القنوات الفضائيه تعلق وتباشر التغطيه الاعلاميه بهذه الكثافه، او حتى الدول العالم على استفتاء دستور هنا في مصر؟ احنا عملنا كام تعديل؟ احنا عملنا دستور 71 وبعض التعديلات تمت في عصر مبارك، والشعب خرج ليستفتى على هذه التعديلات. مين اللي راح؟ اساليني كده، مين اللي راح؟ هل احنا كنا بنسمع النسبه في التلفزيون يعني كل واحد يجي يقول لك يا سيدي ما هي خلاص، هي من المساله محسومه معروفه. حتى في الانتخابات البرلمانيه، حتى لما جه حسني مبارك عدل الانتخابات الرئاسيه بالانتخاب لا كنت افتكر بعد 2005 لا بعد 2005 مين اللي راح حضر الانتخابات الرئاسيه؟ فاحنا انتخابات 2005 تمت بالانتخاب المباشر، عملها ايمن نور. لا ما ده اللي اقصده، انا بقول مين اللي راح يعني تحديدا. هي كانت في فبراير 2005 والانتخابات اتعملت في 2005. انا عايز اقول ايه، يعني احنا حديثي حتى الشخصيات الكرتونيه اللي نزلوا قدامه في الانتخابات احنا كلنا كنا عارفين دي تمثيليه. في راجل اداله صوته، يعني كان مرشح الحاج ابو طربوش ده اسمه ايه، اداله صوته. فاللي عايز اقوله ايه، احنا عندنا دلوقتي حضرتك ناس لسه في KG 1 ده حقيقه كله. بس برضو اتصدمنا في شخصيات كتير قوي. طبيعي لازم تتصدم يا فندم. كنا متخيلين ان هم الملاذ، ما انت مش وان هم اللي فاهمين كل حاجه وعارفين كل حاجه. تقيمي الشعب نفسه بما فيه المثقفين والنخبه واللي نص متعلم والمتوسط والامي، ما عندوش الخلفيه السياسيه اللي يقدر يقيم. انا لما الاقي 6 ابريل تقاطع التصويت على الدستور، ده تبريره ايه او مفهومه ايه او افهم انا ايه كده من كده؟ برضه إيه؟ برضه حضرتك الفهم بقى اللي اعتقد بدا ينضج هذه الايام. والله الناس بدات تعرف دلوقتي، حتى انت كان في بعض البرامج في القنوات الفضائيه بذاعت بعض المحادثات اللي تمت بين اشخاص واخرين. تسريبات التليفونات، التسريبات اللي تمت ديت، في ناس اعترضت عليها من ناحيه من ازاي دي يعني وغير قانونيه وما ينفعش، غير قانونيه ومش عارف ايه. والامن القومي. طب يا سيدي الفاضل، في واحد راح يعني ده متلبس بالواقع. في القانون يقول لك ايه التلبس ما لم يكن لابد ان يؤذن القاضي في التفتيش ما لم يكن متلبسا بالجريمه. مش ممكن يكون واحد متلبس بالجريمه واستنى اقول له خليه سعادتك زي ما انت موجود، والله ما انت قايم، انا بس ساعتين اروح اجيب الاذن واجي لك. صعب الكلام ده. لا ده كلام واضح وضوح الشمس. التصنت لازم يبقى معاه اذن. لا ده مش بتكلم على واقع التصنت، مش بتكلم على واقع، انا بتكلم على واقع التسريبات نفسها. هل ده ممكن يدفع بعدم قانونيه المكالمات او عدم العقاب عليها؟ لا اصل انت التسريبات دي انت حضرتك مش عارفه هي جايه منين. يعني زي ما قيل قبل كده، سئل يعني قدامي تسريبات بيعاقب عليها القانون في الكلام. مدير المخابرات سئل مدير المخابرات العامه، قال له انت ازاي تجسس على رئيس الجمهوريه؟
قال له والله ولا جبت سيره رئيس الجمهوريه ولا ابدا كنت بتجسس على رئيس الجمهوريه، انا بتجسس على ناس معينين من تنظيم لقيته هو القاعده، جه لقيته هو جاي في السكه. هي دي الحقيقه. يمكن وده صميم عملهم يعني طبعا امال ايه؟ فانت عايز اقول لحضرتك هل بقى لما يلاقي رئيس الجمهوريه يقفل السكه ويقول لا ده معلش لا كلام مؤاخذه سوري؟ ده الناس بتهزر. اللي احنا بنقوله ايه؟ ان احنا طوال الثلاث سنوات اللي هي من بعد 25 يناير الى الان احنا بنتعلم نقف في الطابور ازاي. هقول لحضرتك على حاجه، اول ما طلعنا احنا اول استحقاق انتخابي تم بعد ثوره 25 كان يوم 19 مارس اللي هو الاعلان الدستوري. تشوفي منظر الناس وهي واقفه في الطابور، خناقات وزعيق ومش عارف. شوفي النهارده، لا النهارده كان يعني هتلاقي حضرتك بص، مريح للاعصاب. كل ما نتقدم كل ما نفهم. اوعى تفتكر ان الشعب ده اللي هو اللي بيقولوا عليه امي لا ده الشعب اذكى مما تتصوري. لا بصراحه احنا جبابره حقيقي. فالشعب فراعنه وجبابره اديله الجرعه السياسيه اللي يفهمها واتفرجي على اديله حقوقه، هتستنى منه واجباته على طول. هي زي بس ليا تعليق على الكلام اللي قاله معالي المستشار في ثانيه واحده. التنميه فعلا ان شاء الله باذن الله بعد الاستحقاق الدستوري هذا ان شاء الله تنميه قادمه ان شاء الله باذن الله تنميه قادمه، وان شاء الله باذن الله يا رب يكون ده فتحه خير علينا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. نتعلم بقى ان شاء الله. ان شاء الله اعتقد ان احنا هنتعلم باذن الله. ان شاء الله. نورتونا والوقت جري معاكم سريعا. انا كنت عايز بس تعقيب في حته، ممكن في جمله بعد اذنك. لا جمله مش هينفع. طب نخليها المره الجايه. انت مش تديني عشان خاطري انذار قبليها بشويه ان انت هتخلصي عشان انا سعيده ان انتوا معايا في يوم زي ده، ويعني انا بس عايز اقول لك حاجه في سريعا اتفضل. عشان قلت مساله الاحزاب. الاحزاب قامت بدور رائع كل على قدر طاقته استطاعته، لكن كان يعيبها انه انا امام مساله وطنيه، استحقاق وطني كلنا متوحدين الهدف فيه. كان لازم نعمل جهاز فيما بيننا نقول نعمل ايه. يعني انا عندي في حزب مصر الحديثه عملنا بنرات في الميادين بالدعوه للدستور بنعم، عملنا 500,000 بروشور، عملنا 20 اتوبيس في القاهره والجيزه تاخد الناس تنقلها للمقرات، وكذلك في المحافظات. عملنا من خلال 162 عياده طبيه احنا انشاناهم كحزب مصر الحديثه، و162 مقر على مستوى الجمهوريه. عملنا توعيه طول الايام اللي فاتت عشان نجابه ما يتم بتدليس على الفئات البسيطه، وكانت التوعيه تبصير لماذا نقول نعم بالدستور. لخصنا المسائل في 50 نقطه بصرناها للناس لماذا نقول نعم للدستور. واخيرا انا بنهي كلامي عايز اقول للشعب المصري كله هذه المره غير كل مره، وانا بقول انه اذا كنت يا مصر قد جرحناك كثيرا وادميناك كثيرا واهديناك مكان الورده سكينا، فانا الاوان ان تقومي من تحت الهدم والردم والغبار وتنفضي عن ثوبك كل الاوزار. ان لم يكن من اجلنا فمن اجل تراث الاجداد، وإن لم يكن من أجلهم فمن أجل ميراث جيد للأبناء وللأجيال من أجل الإنسان وكرامة الإنسان. هذا الدستور يلبي احتياجاتنا جميعا كمصريين. أشكرك كثيرا. طب أنا أقول إيه بعد اللي أنت قلته سيادة المستشار؟ يعني لا تقول كتير. بشكركم ونورتونا. سيادة المستشار رأفت ياسين القاضي المحامي بالنقد نورتنا. سيادة المستشار كمال اسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. ومشاهدينا مش هقول لكم أي حاجة غير انزلوا، مش هقول لكم ما تخافوش لأن مفيش حاجة تخوف من الأساس. الناس يعني النهارده الزغاريت والفرحة والبقسماط والبرتقان اللي كان بيتوزع والرقص، أمهاتنا وسيدات مصر هم دول الحرائر بقى بالفعل اللي شفناهم بيرقصوا وبيفرحوا وحاسين ان هم مسكوا المستقبل بايديهم. يستاهلوا ان انتوا بكره تنزلوا تحطوا ايديكم مع ايديهم. تصبحوا على خير.